هذا النسب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يجعلنا أن نقف مع هذا. ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النسب متفق عليه. ما بين عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، لكنهم أيضا يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مآثر ومحامد كثيرة. فأما جده قصي بن كلاب فهو الذي قام بتأسيس مكة وببنائها، وهو أول من أعاد حكم مكة إلى بني إسماعيل بعد أن استولى عليها من خزاعة. وأما جده عبد مناف فقد كان معروفا مشهورا في عهد والده قصي. ثم جده هاشم، وهاشم ليس اسمه الحقيقي، اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد باللحم، وكان يقدمها للحجاج. وأما جده عبد المطلب فاسمه شيبة الحمد. لماذا سمي بعبد المطلب؟ هاشم لما ذهب إلى بني عدي بن النجار في المدينة تزوج من امرأة يقال لها سلمى، فيقال إنها اشترطت أن تبقى عند أهلها، ويقال إن والدها اشترط إذا حملت أن تضع عند والدها. فذهب هاشم إلى غزة فمات هناك، وبعد 7 سنين يأتي أخوه المطلب، وكان لهاشم 4 من الإخوة، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب. فذهب إلى المدينة وأخذ ابن أخيه هذا الطفل الصغير خفية عن أهله وأركبه معه على بعيره. مع جهد الطريق والمشقة ومع الشمس أصبح لونه أسمر. فلما دخل إلى مكة قال له أهل مكة: من هذا العبد؟ هذا عبد المطلب. فغلب هذا الاسم على اسمه شيبة. هناك بعض المعلومات التي تتعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الكتاب فيه. في أي شهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في شهر ربيع الأول. قيل في اليوم 2 من ربيع الأول، وقيل في اليوم 10، وقيل في اليوم 12، وهذا ما رجحه ابن إسحاق رحمه الله، وهو من أعرف الناس بالسير وبالمغازي. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. وهذه أيضا من الأمور التي شبه إجماع بين العلماء فيها. العلماء هنا يتحدثون عن بعض الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة تجد عجب، لا يوجد شخص مر على هذا الكون اهتم أصحابه بدقائق حياته كما اهتم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. في دقائق حياته وفي تفاصيلها تجد أن لنا خبرا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق إجماعا، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك، إلى أن يصل النسب الطاهر إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل، وإسماعيل الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم. أبوه عبد الله تزوج امرأة من بني زهرة، مع أن عبد الله هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فتزوج من بني زهرة آمنة
بنت وهب، فحملت آمنة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قدر لأبيه عبد الله أن يحصل به أن عبد المطلب قبل ذلك حفر بئر زمزم في رؤيا رآها، أجملها حتى لا يطول المقام. رأى رؤيا فذهب يحفر بئر زمزم. قريش في أنديتها تراه، لكنها لم تحفل بالأمر ولم تقم معه. لما رأى عبد المطلب الماء كبر، أظهر السرور، دخل قريش المنافسة، قاموا إليه يمنعونه، قالوا نحن شركاء معك في هذا الماء، فامتنع. فلما امتنع تحاكموا، ولم يكن يومئذ الجزيرة يحكمها أحد، تحاكموا إلى الكهنة، فخرجوا إلى كاهن يرتضونه. ولا يعقل أن عاقل يقبل أن يحكم بين اثنين لم يوافق الاثنان عليه، إلا لا يصبح حكمه نافذا. فخرج عبد المطلب، معه بعض بني هاشم ومعه الملأ من قريش، يحتكمون إلى أحد الكهنة يسافرون إليه. في الطريق أصابهم العطش، نفذ الماء، فأخذوا ينتظرون الموت. ثم بعث عبد المطلب ناقته، يعني أقامها، فالناقة وهي قائمة بخفها في الأرض نبع الماء. فقالت قريش وكانوا عقلاء: إن الذي سقاك في هذه المفازة في هذه الصحراء هو الذي سقاك عند مكة، ولن نحاكمك إلى أحد، رضينا أن زمزم لك. ورجعوا. فلما رجعوا تذكر عبد المطلب أن الذي جرأ قريشا عليه قلة الولد، فنذر أنه إذا رزق 10 من الولد أن يذبح أحدهم. فلما رزق 10 من الولد أقرع بين أبنائه، فوقعت القرعة على عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما هم بذبحه منعه 2. أولا إخوة عبد الله لم يقبلوا أن يذبح أخوهم، والآخر أخوال عبد الله لم يقبلوا أن ابن أختهم يذبح، فما زالوا في عبد المطلب، فقبلوا بالرجوع إلى كاهنة. فالكاهنة حكمت أن يضع القرعة بين اسم عبد الله وبين 10 من الإبل، فإذا وقعت القرعة على عبد الله يزيد في الإبل، فما زال عبد الله يزيد 10 مرات حتى وصلت إلى 100 من الإبل. فلما وصلت إلى 100 من الإبل وقعت القرعة على 100، فلم يطمئن عبد المطلب فرددها 2 3 والقرعة تأتي على 100 من الإبل، فنحر 100 من الإبل وخلى بينه وبين الناس يطعمون، ونجا عبد الله. لماذا نجا؟ لأن الله كتب في الأزل أن في صلب هذا الرجل خيرة الله من خلقه وصفوته من رسله محمد بن عبد الله. تزوج آمنة، لما تزوج كان أخواله في المدينة، فلما كان أخواله في المدينة كان يتردد على المدينة، فلما ذهب إلى المدينة في إحدى المرات مرض، بقي قرابة 1 2 مريض، فأصبح عبد المطلب الآن يعاني من غيبة الولد. فإذا بالولد أي بعبد الله يخبر عبد المطلب أن ابنه عبد الله توفي، فأصبح عبد المطلب الآن مات ابنه، لكنه مات بعد غيبة، بمعنى أنه له 1 2 لم يره، وهذا يجعل العاطفة أشد. ثم تمضي أيام وإذا به ينادى أي عبد المطلب أن زوجة ابنك أي آمنة ولدت غلاما، فيفرح ويأتي ويقدر الله له، وما كان له أن يحيد عن ذلك أن يسميه محمد، مع أن العرب لم تكن تعرف هذا الاسم كثيرا، ولم يكن يقول أهل التاريخ أحد لم يسمى محمد في تلك الحقبة إلا 4، منهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. أصبحت علاقة الجد الآن بالابن بالحفيد علاقة قوية، لأن الأب غائب وغاب بعد 2 شهرين ثم مات ولم يقبر أمام عينيه، لم يشهد وفاته، دفن في المدينة. وانظر أين دفن في المدينة، كأنه إرهاص أن هذا النبي هذا الولد هذا الابن سيكون له مرجع في المدينة، لأن غالبا الفرع يتبع الأصل. فلما دفن عبد الله في المدينة
لمن يقرأ مثل هذه الحوادث قراءة صحيحة فيها إشارة إلى أن هذا النبي الخاتم سيمكن له في المدينة، وقد وقع هذا. ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال شوقي: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، صلوات الله وسلامه عليه، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. نشأ عليه الصلاة والسلام. هذا هو اليتم الذي عناه الله عز وجل بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. قال: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده، ثم مات الجد، قبل ذلك ماتت الأم، حتى لا يبقى لأحد عليه منه، ولا يصبح قلبه الطاهر الشريف النقي معلقا بأحد، إذ أنه لم يرى أباه. وقليلا ما في الذاكرة أمه ماتت وعمره 6 سنين، والجد مات وعمره 8 سنين، فأصبح صلى الله عليه وسلم قلبه كله لمن؟ كله لله. وهذا هو السؤدد الحق. ثم كفله أبو طالب، فأصبحت قريش بعد ذلك لما كبر وأتاهم بالنبوة وأشرقت شمس نبوته تعيره بقولها يتيم أبي طالب. لكن المقصود هو بيان قول الله عز وجل في استفهام تقريري: ألم يجدك يتيما فآوى، صلوات الله وسلامه عليه. حث عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في سنته على اليتامى، وأمر بالإحسان إليهم، وقد دل القرآن في أكثر آياته على هذا.